أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. معي الآن المحامي سعد الميع، وهو محامي الفقيدة بتول العنزي وأخوانها الستة، هم يعانون من حالة مرضية. المحامي سعد الميع ترافع أمام القضاء ضد وزارة الصحة، راح يشرح إن شاء الله حالتها وتفاصيل القضية. مساك الله بالخير أخ سعد. مسيك بالخير والسادة المشاهدين جميعا. وأنا بداية أحب أشكر كل من تعاطف مع هذه القضية ووجه لهم الدعم المعنوي، واللي حاولوا يوقفوا ويانا ويوجهوا لنا النصح، وأقول لهم أسأل الله عز وجل ألا يريكم مكروها بعزيز. حياك الله. أخ سعد، نبي نعرف تفاصيل الحالة، أنت ملم فيها وأيضا تترافع الآن أمام القضاء. نعم، القضية هي في البداية هؤلاء 6 أطفال ابتلي والدهم عبد العزيز بمرض نادر وفتاك، اللي هو انعدام التمثيل الغذائي يصيب الكبد ويرفع نسبة الأمونيا في الدم، وبالتالي يؤدي إلى تسمم الدم والوفاة مباشرة. أعراضه واحدة، هي الوفاة مباشرة. وهذا مرض يعني يتألف من 3000 نوع، وأخطرهم أصيبوا فيه أبناء هذا الرجل ابتلاء من الله عز وجل. تخلت عنا الدولة، تخلوا عنا نواب الأمة، تخلوا عنا حتى أعتقد أن أقرب المقربين إلا من تبرع له. والعجيب الكل استفسر مني عن سبب قتال وزارة الصحة ورفضها علاجهم في الخارج. حتى طلعوا إشاعات بدواوين هذيلي بدون، حتى لو بدون، يعني هم مو بدون، كويتيين أولا، لكن حتى لو كانوا بدون حقهم الإنساني في العلاج متوافر. هؤلاء الأولاد أصيبوا بمرض نادر، مرض فعلا خطير. توفى عنده طفلين، حامد سنة 93 وبتول الله يرحمها في شهر 3 اللي فات توفت قبل لا ألحق أنا أرفع لها دعوة علاج في الخارج. نعم. وصراحة هذه الطفلة قضت مضجعي، وحسيت أنا في سبب وفي تأنيب ضمير وأني أنا المتسبب في وفاتها. كانت الأوراق في الترجمة وما لحقت أرفع لها الدعوة. الآن توجهنا لهم لإجراء عملية الزراعة خارج البلاد والعلاج. هم يتلقون علاج للأطفال الأربعة. للأطفال الأربعة، وأنا قلتها حتى للقضاء في المرافعة. ثم أنا اللي لاوي ذراعي، وزارة الصحة عارفة أن أنا ما عندي وقت، عامل الوقت قاعد يقتلني. ممكن أحضر في الجلسة القادمة وأعدل طلباتي وأطلب علاج 3 أطفال بدال 4 وأقدم شهادة وفاة الرابع. يعني مرضهم جدا خطير. وقبل شهرين كلمني أبوهم وأنا مسافر الساعة 2 الفجر، يقول لي ابني عبد الرحمن أعتقد في المستشفى مو لاقين ملفه، قاعد يعالجونه بملف أخته. لا حول ولا قوة إلا بالله. وحالته خطيرة. نسبة أي مستشفى يتعالجون فيه؟ هم ما في إلا مستشفى واحد مختص في هذا المرض يعالجون فيه تقريبا 90 حالة في الكويت، وهو مستشفى الجهراء. مستشفى واحد مختص بس؟ مستشفى واحد اللي هو الجهرة، وطبيب واحد هو اللي مختص. ووفاة بتول حصل فيها يعني أمر غريب. يعني الحالات كلها بالجهرة متركزة ولا؟ لا، حالات الكويت كلها تتعالج بالجهرة. بالجهرة، مستشفى الجهرة بس، ما عندي مكان. ويحضر لي في الجلسة الحكومة تحضر وتقول لك والله احنا ما لهم علاج في الخارج. طيب أنا بيقنعني الشيخ محمد المبارك إنه لف العالم كله يدور لهم علاج وما لقاه، وهذا واجبه الدستوري. ها، أبي يقنعني إنه لف. أنت مو اختصاصك، مو شغلك تقول لي ما لهم علاج بالخارج. أنت حدد لهم علاج داخل الكويت ولا لا. هذا مربط الفرس بيني وبينك. هؤلاء الأولاد اللي أنت تكلمني عنهم برا وصلوا إلى العلاج، المرحلة في العلاج من الجيل الثالث، وأنا جايب الأوراق وياي، وهذه تقارير أمريكية. يعني الطب متقدم في الخارج في علاج هذه الحالات. الجيل الثالث هم يجيبون علاج من الجيل الأول وأغلى. كلفة العلبة منه ب$6000، والأطفال الأربع يأخذون 18 علبة بالشهرين. عليك الحساب $108,000 في الشهرين. طيب أنت رافض توديهم علاج بالخارج ليش؟ لأن العملية تكلف $1,200,000. طيب أنا ما عندي مشكلة، أنا وفرت متبرعين من داخل الكويت من المقربين منهم، وأنا وكيلهم القانوني تعهدت بإني أتبرع وأعمل تقييم. إذا كانت تناسب أنا ما عندي مشكلة أتبرع، وما فيها خطورة نفس ما قال فريق الطب الكويتي. فريق الطب الكويتي المدني يقول فيها خطورة، لا ما فيها خطورة. أنا حضرت المتبرعين معي، خفضت قيمة العملية للشخص الواحد، عملية الزراعة، من $1,200,000 إلى $350,000. يعني قيمة العلاج اللي تلقونه خلال 6 شهور أو 7 شهور. بالتالي شنو يضركم يا وزارة الصحة لما يطلع لي خبر؟ أنا يعني حتى عور قلبي اللي طلع أن وزارة الصحة ترفض تنفيذ هذا الحكم. حكم صدر ترى بجلسة واحدة. أنت صدر تنفيذه قبل لا تقرأ الحكم. صدر الحكم لصالح الأطفال. صدر الحكم وطلعنا على منطوقة فقط، لا أسبابه ولا حيثيات. الحكم إلى الآن في طباعة المحكمة، لم ينجز إلى الآن. صدر الحكم يوم الأحد. على أي أساس معترضين عليه من الحين وطالبين من الفتوى الاستئناف؟ حقكم تستأنفون يا أخي، بس اطلع الحكم بالأول. إيش بينكم بين بتول الله يرحمها؟ أنا أوجه كلامي للشيخ محمد المبارك، حق بتول في الدنيا أنا كفيل فيه إن شاء الله إني أقدر أجيبه، لكن حقها في الآخرة راح تاخذه منك يوم ما لا ينفع لا مال ولا بنون.
يوم يفر المرء من امه وابيه. ايش ذنب هالرجال هذا ينام بالليل وهو يشوف عياله ينون من الالم؟ 4 اطفال ما عنده غيرهم. شو يقولون له؟ يقولون ما لهم علاج بالخارج، شو انتظرهم يفوت. بس هذا. في اوراق وتقارير تثبت انها في علاج في الخارج لهذه في الحالات، عمليه زراعه والطب وراحوا عملوا لهم متقدم. تقييمات. هنا ربعنا بيضحكون علينا بيخلطون الاوراق، عبالهم الناس ما تفهم. بس خلاص الشعب الكويتي تطور. انا تخصصت في هذه القضيه، صرت دكتور، تحولت انقلبت من محامي الى دكتور. يروح برا يعمل له تقييم، يقول له تقييم هذا بالوقت الحالي لا يمكن ان نعمله الزراعه. خلي يعطوني بالله الصفحه الاولى. ما ادري اذا التقارير جاهزه تعرض الان. يلا جهزت، تفضل. هذا اول تقرير. الفريق الطبي الكويتي يقول لهم لا تسوون العمليه، هم رفضوا يسوون عمليه، ما عندنا فكره عن زراعه، جايين علاج مو زراعه. قالوا بس الزراعه افضل لكم، انتم اصلا بالكويت اعطونكم العلاج من الجيل الاول، احنا عندنا العلاج من الجيل الثالث، واذا بنسوي لكم الزراعه نعمل لكم تقييم بالاول. الزراعه مو دش وسوها وخلاص، لا يبا، زراعه كبد وفيها متبرع وفيها تقييم لك كل متبرع، هل المتبرع عن 6 يعني المتبرعين موجودين، الحالات موجوده، في وفرنا المتبرعين، في علاج. نعم وفرنا المتبرعين. لما حضرنا وراحوا وعملوا لهم تقييمات قالوا لا احنا ما نقدر نسيطر على حالتكم الان وندخلكم العمليه، لا احنا لازم نرقيكم من علاج الجيل الاول الى علاج الجيل الثاني الى ان تدخلون مرحله العلاج الجيل الثالث. هذا واحد من الاولاد دخلناه الى، وانا جايب مستنده معي، وصل الى مرحله علاج من الجيل الثالث. وقالوا انه رشح لاجراء عمليه الزراعه، اول شخص فيهم، لان عائله من 4 اطفال ما يقدروا يدخلون كلهم غرفه العمليات. ورشح، لما رشح شو اللي صار؟ جاهم كتاب انهاء مبتسر من وزاره الصحه في الكويت للعلاج، وقطعوا عنهم تكاليف العلاج وخلوا هذه الاسره. وانا اوجه كلام للشيخ محمد عبد الله المبارك، الكويتيين قعدوا في الولايات المتحده فتره تقارب اكثر من شهرين على حسابهم، انهيتوا تكاليف علاجهم. تشردوا هناك في بوسطن في بيتسبرغ. ليش هالكلام هذا؟ اقسم لك بالله، اقسم لك يمكن ما بالله. عندهم فلوس، الدوله ما عندها فلوس. فلست؟ ما ادري، ينهون علاج الناس في الخارج. ليش؟ باي حق يعني ينهون؟ انا اقول لك شغله واحده قسما بالله، وانا قلتها في المحكمه، وانا صراحه اشكر هيئه المحكمه على رحابه صدرها. انا قلت كلام حده قوي، ما اعتقد ان اي قاضي ثاني كان ممكن يتحمله مني. اقسم لك بالله لو كانوا هذول هي مواطنين قطريين او اماراتيين كان قلنا لهم الحمد لله على السلامه من زمان. ايش رايك؟ صحيح. خلينا نطلع الحين من موضوع العلاج. انا عندي قضيتين، العلاج والوفاه. تفضل. انا عندي الحين بتول حامد توفى 93، بتول توفت في شهر 3 2013. تخيل انت لما تروح عند دكتور هو يواكب حاله طبيه لابنك ويعطيها العلاج وانت تقول له يا دكتور ما يصحش كده. انا في امريكا علموني كيفيه اتعامل وصار عندي خبره 6 اطفال. انت كذي قاعد تذبح البنت، الدكتور يقول لك انت ايش عرفك اطلع برا يلا. ايش ماغك هذا استاذ طلال؟ لو حطه بالغساله يومين شو يصير فيه؟ شغاله عليه ما توقف. فما بالك جسد بني ادم تحطه على غسيل الكلوي لمده 48 ساعه ما تشيله عنه. لا حول ولا قوه. وتطرد ابوه لما يقول لك ابوه انت قاعد تقتلها، تطرده، ثاني يوم يلا خبر الوفاه، خلص نسبه الامونيا نزلت من 460 الى ما بين 50 و60 المعدل الطبيعي اللي تحدده الولايات المتحده الامريكيه ومستشفيات في بوسطن ان هذا المعدل الطبيعي اللي تستقر فيه الحاله. انت تقول لي لا هذا مو شغلك، خفضوها، تعرف الى رقم كم؟ اقل من 10. دخلت في غيبوبه وقالوا لها اكسجين حطينا حده ما نقدر نسيطر عليه. قال بعذركم ما تسيطرون عليها، انتم ذبحتوها. انتم ذبحتوها، وانا اعرف ان الخطا الطبي صاير وعندنا مستندات، والملف هذا على فكره ملف شائك في تجاوزات ماليه وفي تزوير وراح توجه فيه للنيابه، لكن مو الحين ما بيخلط الاوراق. الحكم متى حصلت عليه استاذ سعد؟ تفضل. متى حصلت على الحكم؟ الحكم يوم الاحد اللي فات. تو يوم الاحد اللي فات حصلت عليه. نعم، اصدرت المحكمه الاداريه دائره رقم 7 برئاسه الاستاذ المستشار ناصر الاثري. نعم. زين، خطوتك الجايه في خطوه معينه؟ خطوتي الجايه انا والله سمعت مثل ما انتم سمعتوا ان الصحه رافضه تنفيذ هذا الحكم وبتستأنفه. انا للامانه واجبي المهني. الصحه بتستأنف عشان ما تعالج. الصحه باعثه كتاب قبل لا يصدر الحكم، انا هذا اللي سمعته ما ادري عن صحته. الصحه باعثه كتاب قبل لا يصدر الحكم تقول لهم احنا بنستأنف هذا الحكم، يعني قبل لا حتى قبل لا يشوفونه، قبل انت ما تطلع عليه. الحين بستأنف حكم استأنفه قبل لا اطلع عليه، شو السالفه؟ اطلع على حيثياته، شوف الزمك بشنو زين. خلينا نشوف الصور، عرض الصور، عرض الصور. تفضل استاذ سعد كمل كلامك على الصور قاعد تنعرض. هذا الكتاب زوم لي بالله عليها على الفريق الطبي الكويتي. ما هذه هي بالطريقه هذه. الفريق الطبي الكويتي هذا ورقه فهد على فكره تجاوز ال 21 سنه ما يقدر يسوق سياره. لا حول ولا قوه. وايضا طفل فهد
لان المرض هذا يسبب له ضعف، يخليه ماكو نمو. ماكو نمو. وهو رافض ياخذ علاج، يقول ابي زراعه. تعبت نفسيته من العلاج، 21 سنه ومتزوج وعنده اطفال. ها والحمد لله اطفاله سليمين. الحمد لله الحمد لله. حامد عندك، شوف ايام ما كانت الصحه صحه، لما توفى حامد قضاء الله وقدره في 93، انا عجبني صراحه بلاغ الوفاه، هذا شهاده الوفاه في ذاك الوقت، اتمنى الشباب يعرضونها. اعطاك السبب الاصلي والمباشر في الوفاه، اللي هو مرض وراثي نتيجه خلل بعمليات التمثيل الغذائي الاسترولينيميا. واضحين وصريحين واشكرهم. انت تخلي انا قلبي مطمئن. نعم. وانا لما كلمتني مساء عن الخطوه اللي القادمه في مثل هذا الامر، انا جاهز. واجبي المهني يخليني احضر قضيه موكلي واعمل حسابي واحتياطاتي على اني راح اخسرها اول درجه وثاني درجه واكسبها بتمييز. ما عندي مشكله. كسبتها باول درجه انا ماني خسران. زين ليش الواحد يعني علشان علاج حق كفلته الدوله شرعا وقانونا ودستورا ويلجأ للقضاء علشان ياخذ حقه؟ الملاذ الاخير انا نزلت حتى في جريده الانباء، اذكر في شهر 6 أو 7، نزلت مناشده حتى لصاحب السمو بانقاذ حياتهم. كانوا فعلا الاربعه تعبوا في فتره واحده. وايضا يعني اللي يعور قلبي بصراحه، واحد من النواب وخيب الله فاله، عشمهم وقال لهم انا بوديكم علاج بالخارج، وقعد يركضهم يرقصهم معاه 3 شهور، تعبه. وبالتالي ايش قال له؟ قال له عين لي واحد من عيالك او من عائلتكم مندوب عندي يجيب لي اصوات. 4 ارواح تعاملها بالشكل هذه تجاره بعض للاسف بعض المرشحين او بعض النواب اللي ما يخافون. الوزير شكل لجنه تحقيق. وصلتني معلومات وبعطيك عن الدكتور الليبي بعد مثوار الزنتان جابوه. شكل لجنه تحقيق. لجنه التحقيق انا وصلت لي المعلومات ان في محاضرها ادانت وقالت ان في خطا طبي في وفاه بتول. لجنه التحقيق الى هذه اللحظه اللي انا قاعد وياك فيها ما وضعت تقريرها. عموما حالات الوفيات كثيره بسبب الاخطاء الطبيه وجابوا لنا دكتور ما ياخذ حقه من الوزاره الا في قضيه، يعني هذه ايضا صوره معروضه، الا في قضيه انه يلجا للقضاء. هذا شهاده وفاه بتول السبب مختلف، يعني مو عارضين فيه السبب، حاطينه هنا على ان فشل في وظائف الكلى. طبعا فشل وظائف الكلى سبب استمرار عمليه الغسيل. عموما استاذ سعد، نريد يعني كلمتك او رسالتك الاخيره. انت غطيت صراحه ووفيت وكفيت في هذا الموضوع، ولك الاجر انك قاعد تمشي في حاله انسانيه. الله يوفقنا جميعا. انا اولا نقطتي الاخيره ان هؤلاء الاطفال في ذمه كل من يخاف الله عز وجل، هذا اولا. ثانيا اشكر هيئه المحكمه في حكمها الاول من نوعه في تاريخ. انا قالوا لي في حكم اعتقد صدر علاج في الخارج في سنه 94، لكن ما كان نفس هذا الحكم. هذا الحكم في اول جلسه. نعم. لمتها المحكمه واعطتني فرصه للمرافعه تقريبا 15 دقيقه، وسمعتني في رحابه صدر وحجزتها وصدرت حكمها فيها. وهذا الامر يبين لي فعلا ان القضاء الكويتي رسخ مبدا ان المحكمه هي الخبير الاعلى. تنظر لهذا الاوراق، تنظر لهذه المستندات اللي انت مقدمها، وتشوف اذا انت كنت فعلا محتاج للعلاج في الخارج وحالتك مستعجله، انا ما ادزها للخبير ولا ادزها للطب الشرعي، انا اقضي لك فيها. نعم. احنا شاكرين لك على حضورك ووجودك وتوضيحك هذه الحاله الانسانيه. شكرا لك مره اخرى استاذ سعد الميع المحامي. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود مع ضيفنا في الفاصل الأخير، وهو رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي.